صباح الخير. هعمل النهاردة بقى تورتة أبسط من البساطة. تورتة البلاك فورست بطريقة مبسطة جدا وأي حد ممكن يعملها، حتى اللي لسه مبتدئ في المطبخ هيعرف يعملها. بس لو أول مرة تشوف القناة أنا إيماني يسعدني اشتراككم في القناة، ويلا بينا نبتدي الطريقة. المقادير الجافة: كوباية وربع دقيق ومعلقتين كبار كاكاو خام. هنخل الكاكاو لأن دايما بيبقى متكتل. معلقة صغيرة بيكنج باودر هنخلها كمان، وربع معلقة صغيرة ملح. دي كل المقادير الجافة هخلطهم ببعض. معانا عدد 4 بيض طالعين من التلاجة من بدري قوي، وفانيليا وكوباية سكر. هخلط كله بالمضرب الكهربائي لحد ما يوصل الخليط أبيض وسميك شوية. بياخد تقريبا 10 دقايق. هنا المفروض أحط الدقيق، هي ما تصورتش بس أنا ابتديت أحط الدقيق تدريجيا شوية شوية وأقلب بالطريقة دي بحيث إن أنا مخرجش الهواء، وربع كوباية زيت عشان تبقى الكيكة طرية، تبقى فيها طراوة. وابتدي أقلب وأضيف الدقيق شوية بشوية زي ما احنا شايفين، معلقتين معلقتين، وأقلب أدخل الدقيق بحيث ما طلعش الهواء. خلاص خلطت الدقيق كله، جبت صينية مقاس 22 بطناها بالدقيق، هصب خليط الكيك. أنا هعمل الكيكة دي طبقتين، لو عايزة الكيكة 3 طبقات حطيها في صينية مقاس 20. دخلت الفرن متوسط، بعد ما طلعت قلبتها وكانت لازقة، يعني يا ريت تحطها في صينية ما بتلزقش. هنا كنت رشاها بدقيق وكل حاجة بس كانت لازقة، ولما بردت خالص قسمتها. بس طبعا نفعت، يعني مفيش حاجة ما بنرميهاش، كله بينفع. قسمتها وابتديت أسقيها بالمحلول السكري، مية بسكر، ممكن تسقيها كاكاو بلبن. وابتديت أجهز بقى الكريم شانتيه، كان كوباية كريم شانتيه، كوباية مية متلجة. ومعايا ما باحطش للكريم شانتيه الخام ده سكر نهائي، بافضّل أحط شوكولاتة بيضا، والشوكولاتة البيضا باسيّحها في حمام مَيّة أو في الميكرويف بدون أي إضافات، وأضيفها على الكريم شانتيه وابتدي أقلّب. خلاص وصل للمرحلة اللي إحنا عايزينها بحيث إن أنا أقلب الطبق ما ينزلش منه. ابتديت أضيف على النُص الأولاني الكريم شانتيه، أغلفها كلّها كده، أغطي الطبقة كلّها بالكريم شانتيه، أحط طبقة كده كويسة عشان تبقى الكيكة بتاعتي عالية. هنا بقى ممكن أضيف مربى، وممكن أضيف مكسرات، ممكن أضيف في النُص يعني، ممكن أضيف فراولة زي ما نحب. وابتديت حطيت النُص التاني زي ما إحنا شايفين، هو كان متقطّع أو متكسّر ولكن عرفت أحطها. ضِفت الطبقة التانية من الكيكة، وبرضه سقيتها بالمحلول السُكّري عشان تبقى طرية، وغلّفتها كلّها بالكريم شانتيه. الكيكة بتاعة اللي هي البلاك فورست طبعًا بتبقى معروفة كيكة بُني والكريم شانتيه أبيض، مش بنضيف ليه أي حاجة. وفي شوكولاتة مبشورة ابتديت أحط على الجناب، دي بيبقى شكل التورتة بتاعة البلاك فورست، بيبقى فيها شوكولاتة مبشورة من الجناب ومن فوق كمان، وفيها كريز. الكريز اللي أنا جبته اللي هو المُعلّب يعني، مش الفريش. طبعًا لو كان في فريش كان هيبقى أفضل بكتير. ابتديت أعمل وردات على الحروف من الكريم شانتيه، وأحط في كل وردة الكريزة الحمرا، طبعًا بتدّي شكل رائع جدًا. وفي النُص بنحط الشوكولاتة المبشورة، الشوكولاتة البني المبشورة زي ما إحنا شايفين. كده خلّصنا تورتة البلاك فورست أو الغابة السودا بمنتهى البساطة وبمنتهى السهولة، وأي حد يعرف يعملها، والطعم كان خطير. كده خلّصنا وصفتنا النهارده، وخلّصنا التورتة بتاعتنا النهارده. نتقابل في وصفات جديدة إن شاء الله. زي ما إحنا شايفين القطعة شكلها في منتهى الجمال، بجد تورتة جميلة مبسطة سهلة، أي حد يعرف يعملها. نتقابل في وصفات جديدة إن شاء الله.